عليهم، بس بيمشي من غير ما يحصل اي حاجه. اما نسلهان فبترجع على بيتها وبتفضل مراقبه التحقيق الخاص بالميكانيكي، وبتكلم زمايلها عشان تعرف اي حاجه جديده بتحصل. وبعدين نسلهان بتروح على اوضه تي اللي بيكون قاعد مع السمكه وبيكلمها، وبيلاقي نسلهان جت تتكلم معاه وبتشكره لانه قدر يحميها، وبتقول له انا عاوزه اديلك الحسنه بتاعت سيلين، وبتعرفه ان سيلين اديتها لها قبل الحادثه. وتي بيقول لها وانا هعمل اي حاجه علشان ارجع حق اختي. ونسلهان بتقول له دي وظيفتنا احنا، بلاش تدخل نفسك في حاجه انت مالكش دعوه بيها، وبتسيبه وتمشي. اما جميل وكورت فبيكونوا في الشارع، وكروت بيحاول ان هو يهدي جميل اللي بيكون متضايق بسبب معامله بقيه المافيا معاه، وبيكون واضح ان جميل متضايق جدا بس ما بيكونش في اي حاجه في ايده يعملها. اما تاجر السلاح فبيروح يجهز الطلبات اللي كيت طلبتها، وكورت بيكون في طريقه للحي بتاعه وبيغير شريحة الموبايل في التاكسي علشان يقدر يكلم رئيسه اللي رايح عنده. في الوقت ده رجالة سادات بيكونوا ماشيين ورا كورت علشان يعرفوا اي حاجة عنه، ولما كورت بيجيله رسالة ان هو متراقب بيحاول يشتت انتباهه وبيطلع يروح على القهوة بتاعة المكان اللي قاعد فيه. ولما بيشوفوا كورت وهو داخل القهوة وبيتكلم مع صاحب المكان، عشان كده رجالة سادات بيقتنعوا ان مفيش اي حاجة ورا كورت وبيمشوا من المكان. بس اللي بيحصل ان كورت بيطلع على سقف القهوة وبيلاقي رئيس المنظمة مستنيه وبيقعد يتكلم معاه، وكورت بيكون حاسس ان جميل هو الشخص الغلط اللي هم حاطين عينيهم عليه، لان كورت بيكون حاسس ان جميل ده هو الشخص اللي هيعرفوا منه مكان الاسلحة والبضاعة، لان جميل يعتبر مستعبد من ناحية المافيا، مستبعد من ناحية المافيا. بس مع ذلك رئيسه بيكون حاسس ان جميل هيوصله لطرف الخيط اللي هيخليه يلاقي وسيلة يعرف بيها خبايا المافيا كلها. طب نسيب ده كله بقى ونروح عند حبيب سنان اللي بيرجع على بيته وبيلاقي راجل عند كيت مستنيه ببيته، وبيعرفه شوية معلومات وبيطلب منه ان هو يهرب من المكان قبل ما حد يعرف مكانه، وبيقضي حبيب سيلين حياته عادي خالص. ولما بيلاقي صورته مع سيلين متعلقة على التلاجة بيقطعها. بس في الوقت ده تي بيكون مشغل دماغه وحس ان حبيب سيلين له علاقة بقتلها، لان الميكانيكي عارف موضوع السمكة اللي مش عارفها غير حبيبها. وتاني يوم جميل بيروح يضرب سادات اللي بيكون شايف ان هو سبب المشاكل اللي بتكون حصلت معاه. والغريبة ان مرات جميل بتدافع عن سادات، بس الاغرب بقى ان سادات مش بيلاحظ انها بتدافع عنه طول الوقت. المهم ان جميل بيضطر ان هو يهدى شوية لان كان في اطفال موجودين في البيت، فمش بيكون عاوزهم يشوفوا اي حاجة بتحصل، وجميل بيروح يقعد مع اطفاله لانهم بيكونوا خايفين جدا. المهم ان رجالة كيت بيروحوا ياخدوا الاسلحة من تاجر السلاح، وكيت بتكون مستنية اي فرصة عشان توصل للي هي عاوزاه. اما رئيس المنظمة فبيكون مع كورت اللي بيحاول يقنعه انه يكمل في طريقه مع جميل اللي اكيد هيوصله لنقطة كويسة وهيحتاجوه في شغلهم. المهم ان كورت بيغير الخط وبيكمل جميل اللي بيكلمه عشان يتفق معاه انهم يتقابلوا. وتاني يوم لما سيلين بتروح المنظمة بتحاول طول الوقت تستبعد تي وما بتكونش عاوزة تخليه يحضر الاجتماعات معاها، وده بيخليه متضايق جدا وبيحاول يسمع اي حاجة تخص الحادثة دي لانه بيكون عاوز يوصل لاي حد له يد في موت اخته. المهم ان هو بيخلي السكرتيرة تمشي وبيحاول يسمع اللي بيقولوه من ورا الباب، بس للاسف نسلهان بتشوفه وبتقول له احنا اتكلمنا في موضوع القضية ده قبل كده. وتي بيقول لها انا لازم اعرف اي حاجة تخص حادثة سيلين، بس تي ما بيكونش مقتنع بكلامها لانه عاوز يعاقب اللي كان السبب باي طريقة. المهم ان النقاش بينهم بيخلص بان تي ما بينفعش يتدخل في شغل المنظمة، بس تي مش بيفضل ساكت وبيروح لرئيسه عشان يتكلم معاه وبيطلب منه استقالته، والرئيس ما بيكونش موافق وبيعرف ان نسلهان السبب في الموضوع ده. وتي بيقول له لا 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 انا اللي مش عاوز اكمل في الشغل ده، انا واحد جندي عشان كده ما بحبش غير الصحراء وشغلي الاصلي بس، انما البدل والحراسة مش لايقين عليا خالص. ولما تي بيخرج من المكتب الرئيس بيتصل على نسلهان علشان يعرف اللي حصل، ونسلهان بتقابل تي وهي طالعه وبتقول له جهز نفسك عشان هنخرج. وتي بيقول لها طب خلي بالك من نفسك. ونسلهان بتقول له يعني ايه؟ وتي بيقول لها يعني انا قدمت استقالتي عشان اكون حر. ونسلهان بتقول له طب ربنا معاك بقى. ولما نسلهان بتروح عند الرئيس بتعرفه ان تي طلب ان هو يقعد مع الميكانيكي وهي رفضت، والرئيس بيقول لها انت عملتي الصح. بس للاسف تي مش هيسكت كده لان تي مش من الاشخاص اللي ممكن تسكت لما يحصل حاجة، وبيفضل يحارب لحد اخر نفس
عشان يقدر يحل المشكلة. ولما تي بيخرج من المنظمة بيروح على قبر اخته وبيفضل قاعد زعلان وبيتكلم معاه، وبيكون لسه عنده الامل اللي يخليه حاسس ان اخته لسه عايشة. ولما بيقعد شوية بيجي طفل صغير وبيسقي ورد المقابر، وتي بيكون عاوز ينتقم من اللي كان السبب في موت اخته. المهم ان تي ما بيضيعش وقت خالص، وبيكون كلم حد من فريقه علشان يجي ويجيب له معلومات عن حبيب سيلين. بس تي ما بيقولش اي حاجة لاي حد، وبيبدأ يراقب حبيب سيلين على طول من وقت ما بيدخل البيت. وحبيب سيلين بيلاحظ ان في حد بيجري وراه، علشان كده بدأ ان هو يهرب. وفي المنظمة بيكونوا عصافير الحب دول قاعدين مع بعض، وكل ما يتكلموا كلمتين حلوين يجي لهم شغل، هو انهم يبدأوا يروحوا على بيت حبيب سيلين علشان يفتشوه. اما حبيب سيلين في الوقت ده فبيروح ياخد العربية ويهرب، ولما تي بيروح وراه عشان يلحقه ما بيلاقيهوش، وبيكون التاكسي فاضي، فبيضطر ان هو يتكلم مع واحدة من الشارع عشان يعرف يروح وراه وياخد العربية بتاعته. وفعلا بيقدر ان هو يروح وراه، والبنت اللي معاه بتكون متحمسة جدا لحد ما بيوصلوا للجراج. وحبيب سيلين بيطلع من العربية وتي بيروح وراه، ولما حبيب سيلين بيشوف تي بيهرب منه على طول، بس تي بيقدر يمسكه وبيلاقي نفس البنت قدامه عشان تساعده توصله المكان اللي هو عاوزه. وفي مكتب المنظمة بيكون زميل نسلهان رايح للرئيس بورقة الاستقالة، بس الرئيس مش بيقبلها لانه بيكون متأكد ان تي هيرجع من تاني. بس تي في الوقت ده بيكون مش فاضي خالص لانه بيكون مشغول بضرب حبيب سيلين. ومشكلة تي الكبيرة ان سيلين كانت بتحكي ان حبيبها ده انسان كويس جدا، وكانت بتقول فيه اشعار، بس تي ما بيكونش طايق حبيب اخته وبيفضل يضرب فيه زي العجينة. وبرضه حبيب سيلين مش بيقول اي حاجة، وعشان كده تي بيقرر ان هو ياخده تحت البيت ويكتفه زي الحرامية، وبيفضل يسأله برضه، لكن حبيب سيلين برضه ما بيقولش على اي حاجة. ده الرخامة دي لانه اصلا ما يعرفش اي حاجة. وفي المعرض كيت بتكون قاعدة سرحانة في اللوح بتاعتها لحد ما بتلاقي جوزها وخبير الرسم بيروح يتكلم عن لوحتها. الغريبة بقى ان الراجل ده بيكون متعمق جدا في اللوح. اما رجالة كيت فبتروح تقابل رجالة تاجر السلاح علشان يجهزوا نفسهم لما بيعرفوا ان الميكانيكي هيتنقل لمكان يتسجن فيه، وبيكونوا عاوزين يعرفوا المكان اللي هيهجموا عليه فيه. اما تي فبيفضل طول الليل يحقق مع نسلهان، لدرجة ان حبيب سيلين كل ما بيحس ان هو مش قادر وعاوز ينام بيلاقي تي بيحدف عليه مية عشان يفوقه. وبعد ثواني تي بيحس بوجود عربية حد في المكان، وبيقرر ان هو يطلع فوق ويقفل على حبيب اخته بسرعة عشان يعرف مين اللي جه في الوقت ده. وفي نفس الوقت ما بيكونش عاوز يعرف اي حد عن اللي عمله. المهم انه بيطلع وبيرجع كل حاجة زي ما كانت عشان نسلهان ما تحسش بأي حاجة، وبيفتح لها الباب وبيلاقيها جايبة السمكة وجاية عشان تديها له، وبتقعد معاه وبتقول له انا عايزه اعرف بيانات عن حبيب سيلين لاننا عرفنا اخبار عنه ورحنا بيته لكن ما لقيناش اي حاجه تانية. وطبعا تي بيعمل فيها عبيط ولا كانه يعرف اي حاجه عنه. وحبيب سيلين في الوقت ده بيحاول يعمل اي صوت عشان يخلي نسلهان تسمعه، وفعلا نسلهان بتسمعه، بس تي بيفضل يضيع وبيشوشر كده. وبتقوم نسلهان تمشي وهي عندها شك ان في حاجه مش طبيعيه في البيت، وبيطلع تي عشان يوصلها. ونسلهان بتقول له في واحد تاني خد مكانك، بس المره دي مش بيعرف انواع الفساتين. ولما تي بيتاكد ان نسلهان مشيت بيروح لحبيب سيلين وبيكمل تحقيق معاه، وبيفضل يضربه لحد ما حبيب سيلين بيقول انا عاوز ادخل الحمام. وتي بيقول له الله طب وانا مالي. وتاني يوم بيبداوا رجاله كيت يجهزوا نفسهم عشان يخرجوا يخطفوا الميكانيكي على الطريق. اما تي فبيروح يراقب نفس العربيه اللي حبيب سيلين كان راكبها قبلها بيوم، وبيلاقي شاب تاني خد العربيه دي ومشي بيها، وتي بيروح وراه. اما كورت فبيروح يقابل جميل في المطعم وبيعرف منه انه ساب اعمال المافيا وبدا يهتم بالمطابخ. وكورت بيحاول يفهمه ان الطريق اللي ماشي فيه ده غلط، وبيقوله ما ينفعش تسيب مكانك كده لاي حد، وانت لازم تحارب عشان توصل للمكان اللي انت عاوزه وتحافظ على مكانك. وجميل بيقوله انا زهقت من الدم والاسلحه، بس انا عندي طفلين، وبيطلع له صوره ولاده وبيقوله الاتنين دول اغلى حاجه عندي، وعندي استعداد ان انا اخسر اي حاجه ما عدا ولادي. وكورت بيرضى بالامر الواقع لما بيلاقي جميل مش عاوز يرجع لعالم المافيا من تاني. اما تي فبيكون في الوقت ده ماشي ورا العربيه اللي مش عارف هي فيها ايه، وبيستنى لحد ما صاحب العربيه دي بيسيبها وبيمشي في مكان عام. اما رجاله كيت فبيكونوا محضرين نفسهم كويس قوي علشان يخطفوا الميكانيكي على الطريق. وتي بيروح عند العربيه عشان يعرف هي فيها ايه لحد ما بيفتح الصندوق بتاع العربيه، وهنا بيكتشف الصدمه، وهي انه بيلاقي قنبله ضخمه جدا في العربيه، وبيضطر ان هو يتصرف بسرعه ويبعد الناس عن المكان، بس ما بيلاقيش فيه نتيجه خالص
وعشان كده بيقرر ياخد العربية وبيبعد بيها عن المكان ده. وطبعا المافيا بيعرفوا ان العربية اتحرقت وفي حد بيحاول ينقذ الموقف، لانه بيكون هدفهم ان الشرطة تشتغل في القنبلة وما بيكونش فيه دعم. ولما بيهجموا على الميكانيكي بيكونوا مشغولين بالقنبلة اللي هتنفجر. اما كورت بعد ما بيودع جميل فبيلاقي رجالة المافيا وصلت المطعم بتاع جميل، وبيحس ان فيه هجوم هيحصل على جميل. وتي ما بيكونش عارف يهرب بالعربية فين، وبيحاول ان هو يبعد بيها ويروح على مكان او ساحة فاضية عشان الانفجار لما يحصل ما يأذيش حد. والميكانيكي في الوقت ده بيكون اتحرك خلاص، والعمليات بتكون وراه والعربيات بتكون وراه، وبيكون منقول في حراسة خاصة جدا. بس الميكانيكي بيكون متأكد ان كيت هتساعده عشان يهرب. وفجأة في نص الطريق رجالة كيت بيوقفوا عربيات الشرطة وبيهجموا عليهم، ونسلهان بيجي لها خبر بكل اللي بيحصل ده، وبتتفاجئ لما بتعرف ان الميكانيكي هيهرب من غير ما تاخد منه اي معلومات. اما جميل فبيكون في مطعمه الجديد وبيحاول ان هو يديره بشكل جميل، بس فجأة بيلاقي هجوم عليه وكورت ما بيسيبوش وبيحاول يحميه لانه بيكون شايف الرجالة اللي بتحاول تقتله، وجميل بيستخبى منه. وتي بيكون في الوقت ده وصل لأبعد مكان عن المدينة عشان العربية تنفجر فيه، وما بيلاقيش قدامه اي حل غير ان هو يوقع العربية من على الكوبري عشان الكوبري ما يحصلش عليه حوادث. وفجأة العربية بتنفجر وقت ما تي بيحدفها من على الكوبري على طول. بس تفتكروا ايه اللي حصل له؟ هو تفتكروا هيكون بخير وهيقدر يهرب من العربية قبل ما تنفجر، ولا العربية هتنفجر وهو لسه فيها؟